اصعب درس هيعدي علينا النهارده وهي الست ميثودز، فنركز كده مع بعض ونبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي ادخلني مدخل صدق. عايزك بس ترجع كده بكام سنه معايا كده ايام المدرسه، كان عندي مصطلح اسمه الفين دياجرامز. بيعمل ايه يا حسين ده؟ انا هفكرك اهو. كنت بستخدمه علشان اوضح العلاقات بين مجموعات مختلفه. خد بقى المفهوم ده وتعالى لي يلا بينا. زي ما اتفقنا احنا الفيديو اللي فات ان الست هنا مفيده جدا، ان الست ام كلثوم دي مالها مفيده جدا. ليه يا حسين؟ علشان لما يكون عندي مجموعتين او اكتر وانا عايز اقارن ما بينهم على طول وانا محمد بستخدم الست. طب بستخدمها ازاي بقى؟ يلا بينا هناخد النهارده. بص، اول ميثود معايا وهي الديفرنس. بتعمل ايه الديفرنس دي يا حسين؟ تعال نشوف. انا اهو عندي المجموعه بتاعتي ماي اندرسكور ست ايكوال كيرلي براكتس بتاعتي. حلو، 1 2 3 4 5. حلو الكلام. عندك انت المجموعه بتاعتك يور اندرسكور ست ايكوال كيرلي براكتس 1 لا 4 5 6 لحد 10. حلو الكلام. تعالى بقى هنستخدم دلوقتي الميثود بتاعت الديفرنس. اول حاجه واحده واحده اهو. برنت، تمام، افتح القوس. هقول له ماي اندرسكور ست دوت. حلو الكلام. البودي جارد ده difference مين؟ your underscore set. شغل الكود كده بعد اذنك. حط بس هنا الار، تمام. رن الكود. ظهر لي ايه؟ 1 2 3. حلو قوي الكلام ده. واحده واحده بقى. انا عايز اعرف هو ايه اللي حصل هنا عشان يخرج لي 1 2 3. هو هنا بيحاول يلاقي الفرق بين المجموعه بتاعتي والمجموعه بتاعتك. اي عناصر مشتركه بين المجموعتين هيسحبها بره. زي ايه؟ زي الاربعه وخمسه. انا عندي في المجموعه بتاعتي الماي ست 4 و5، وانت عندك في المجموعه بتاعتك 4 و5. هو عمل ايه؟ شال هنا لقاهم متكررين هنا في المجموعتين، شال الاربعه و5 ورجع لي كام؟ 1 2 3. وضحت الدنيا؟ عرفت الديفرنس بتعمل ايه؟ يبقى الديفرنس بتشيل لي العناصر المشتركه بين المجموعات. حلو قوي. هناخد مع بعض الميثود الثانيه وهي الديسكارد. ممكن نديها دلع كده ان نسميها ايه؟ الكارت الاحمر. ليه يا معلم؟ لان وظيفتها بتتمحور حول طرد العنصر اللي انت مش عايزه. لو انا عايز اشيل مثلا رقم 5 من المجموعه بتاعتي انا، تمام، انا عندي رقم 5 ده انا عايز اشيله، هعمل ايه؟ بكل بساطه هقول برنت، افتح الاقواس، ماي اندرسكور ست دوت ديسكارد 5. حلو قوي. شغل لي الكود كده بعد اذنك. ظهر لي ايه؟ ظهر لي نون. ايه ده؟ لو انت فاكر، ها نركز. ليه نون؟ عشان هو اشتغل ان بليس. اشتغل ايه؟ ان بليس. حلو. تعال اطبع كده لو سمحت. برنت ماي اندرسكور ست. اطبع لي كده. شوف كده التغيير حصل ولا لا. التغيير حصل بالفعل اهو. 1 2 3 4 وشايل الخمسه. وضحت الدنيا؟ جميل. عرفت الديسكارد دي بتاعت ايه؟ يبقى الديسكارد دي بتعمل لي ايه؟ بتطرد لي العنصر اللي انا مش عايزه. حلو. بص بقى الحته اللي جايه دي. فاكر لما اتكلمنا عن مصطلح الان بليس وقلت لك انه مهم جدا ولازم تكون عارفه وفاهمه؟ ليه؟ تعالى بقى هوري لك دلوقتي. احنا مش اخدنا الديفرنس وعرفنا بتعمل ايه؟ بتشيل العناصر اللي متكرره وبترجع لي عناصر فريده من نوعها. حلو قوي الكلام ده. عندي بقى ميثود اسمها difference underscore update. difference update تقريبا بتعمل ايه؟ بتعمل نفس الموضوع وبتعمل نفس الكلام، لان واحده بترجع لك الفرق بين المجموعتين والتانيه بتشيل العناصر المتكرره في المجموعتين، فتقريبا الاتنين واحد. طيب واحد حتى ويجي ويقول لي طب ما انا استخدم واحده فيهم وخلاص يا حسين. غشيم. ليه بقى؟ تعال نشوف الفرق. يلا بينا. انا دلوقتي اهو. تعال ناخد بس ايه؟ ناخد من الكود ده كده كوبي، تمام، كوبي، وتعالى ننزل تحت ونشغل الكود ده. شغل لي الكود ده كده. رن الكود. هنا ظهر لي ايه؟ 1 2 3. هنا الديفرنس بتعمل نسخه جديده من الست عشان تشتغل عليها وترجع لك النتيجه اللي انت عايزها. هي هنا عملت ايه؟ عملت نسخه جديده. بدليل تعالى كده اطبع لي ماي ست، تمام، رن الكود. طبعا معايا ايه؟ 1 2 3 4 5. ايه ده؟ هو ازاي يا حسين طبع لي المجموعه دي من غير ما يعدل فيها؟ احنا مش نفذنا الكود عليها؟ اصحى لا يغفلونا. ما انا قايل لك هو اخد نسخه جديده. هو اخد نسخه بيشتغل عليها ويرجع لك النتيجه. بدليل انت لما جيت طبعت المجموعه الاصليه اللي هي دي اهي انت لما جيت طبعت اهي البرنت ماي ست، عمل لك ايه؟ ما لقيتش اي تغيير. بس نمسك العقل هنا. روبي تعالى بسرعه اجري بقى اشتغل بقى على الابديت، تمام، الديفرنس ابديت. انزل تحت كده اهو، تمام، وهقول له برنت، افتح القوس بتاعي، ماي اندرسكور ست دوت ديفرنس ابديت. تمام، حلو قوي. شغل كده الكود. طبع لي ايه؟ نون. ليه نون؟ لانه اشتغل، ايوه اللي عايز اسمعها، ان
in place. هو ده. فبالتالي ما عنديش قيمة يقدمها لك، ما عندهوش قيمة يقدمها لك. ليه يا عمنا؟ عشان هو عمل التغيير مباشرة على المجموعة الأصلية، ما خدش نسخة يشتغل عليها ويرجع لك النتيجة، لا هو اشتغل in place. تعال نتأكد كده. اطبع الماي ست لوحدها اهو، print my underscore set. تمام. شغل كده كود، طبعا لي تحت ايه اهو 1 2 3. يعني هو عدل على المجموعة الأصلية على طول. عرفت بقى الفرق ما بين الاتنين؟ مهمة جدا على فكرة، لأن واحدة هتعدل المجموعة الأصلية على طول، والتانية بتعمل مجموعة جديدة تشتغل عليها. افهم الدنيا ماشية ازاي ولا عليك. عشان خاطر نطور من أداء الكود بتاعنا، البرفورمانس بتاعنا، لازم أعرف امتى هستخدم دي وامتى هستخدم دي. هي مش فكرة أنا بكتب كود كده وخلاص، لا، انا كعامل بيتزا لازم اوصل البيتزا في الميعاد المحدد، والاهم من كل ده انها توصل سخنه. افهم انت بقى، ولا بيبو بالاشاره يفهموا؟ افهم. عندي كمان ميثود اسمها انترسكشن. الانترسكشن دي بتعمل ايه؟ بستخدمها لما اكون عايز اعرف العناصر المشتركه الموجوده في المجموعات بتاعتي. مثال عندي اهو، تمام، هقول له اهو print my underscore set dot intersection، القوسين بتوعي، تمام، your set. حلو قوي. رن الكود ده بعد اذنك، بس قبل ما نرن الكود ممكن اخلي دول كومنت عشان مفيش اي حاجه ايه تلخبطنا. رن الكود كده، ننضف ده بس الاول. رن الكود. ظهر لي ايه؟ ظهر لي 4 و5. ليه 4 و5؟ لان ال 4 و5 موجوده في المجموعه بتاعتي وموجوده برده في المجموعه بتاعتك. تمام كده؟ عرفت الانترسكشن دي بتاعت ايه؟ بتعرفني او بستخدمها لما اكون عايز اعرف العناصر المشتركه ما بين المجموعتين. اهو العناصر المشتركه ما بين المجموعتين، هنا في 4 و5 وهنا في 4 و5. وضحت الصوره؟ جميل. يلا بينا خلي دي كومنت برضه عشان ما تلخبطش اهي. عندي ميثود تانية اسمها is this joint، ودي حلوه قوي. ليه حلوه؟ علشان انا دلوقتي عايز اتاكد ان مفيش عناصر زي بعض موجوده في المجموعه بتاعتي، وكمان حلاوتها في انها بترد عليك باولاد الحاج بول وشركاء. ازاي؟ تعال نشوف كده مع بعض. لو انت فاكر اولاد الحاج بول وشركاء اللي هو ترو والفولس، واحده واحده اهو. تعال نكتب الكود. هقول له ثانيه، هقول له print، افتح القوس، my underscore set dot is this joint. تمام، افتح القوسين، مين؟ اليور ست. حلو. شغل كده الكود بعد اذنك. اداني ايه؟ اداني فولس. ليه اداني فولس؟ علشان الاربعه والخمسه اهو عشان الاربعه والخمسه موجودين في المجموعتين. طيب تعال نشيل الاربعه والخمسه كده اهو. بص، لو شلت الاربعه والخمسه هنا من هنا، رن كده الكود، اداني ترو. عرفت الفرق بقى ما الايز ديس جوينت دي بتعمل ايه؟ بتعمل لي ايه؟ عشان اتاكد ان مفيش عناصر زي بعض موجوده في المجموعتين. عندي كمان ميثود اسمها يونيون، اتحاد. بتعمل ايه؟ بتعمل اتحاد بين المجموعات وبتشيل العناصر المتكرره في المجموعات. تعال نشوف الكلام ده ازاي واحده واحده اهو. تعال هقول له print، افتح القوس، عايز اقول له my underscore set دوت يونيون. تمام اهو يور ست. حلو. رن كده الكود. بص هيحصل ايه. انزل كده تحت، ظهر لي كام؟ 1 2 3 4 5 6 لحد 10. اللي حصل هنا كالاتي. اول حاجه ضم المجموعتين على بعض وشال العناصر المتكرره زي الاربعه والخمسه. هو عمل ايه هنا؟ ضم المجموعتين على بعض. تمام، عمل يونيون، عمل اتحاد، ضم المجموعتين على بعض وشال العناصر المتكرره الاربعه والخمسه. سهله قوي اليونيون دي وحلوه، صح كده؟ تمام. عندي اخر 2 هناخدهم مع بعض كده. تمام، شد حيلك، يلا معلش استحمل كده والله، والدنيا هتتظبط قدام ما تقلقش. بس انا لازم اعرف كل ده، اقسم بالله انا عارف انت حاسس بملل وزهقان، بس لازم نشتغل على دول كويس جدا، عشان لما هنشتغل على مشاريع كبيره او مشروع معقد فيه مجموعات وبتاع ومش عارف ايه، انت لما تكون عارف دول اقسم بالله هتقول انا فعلا كان لازم اذاكر دول. يلا بينا شد حيلك مع بعض، يلا. عندي كمان ميثود اسمها is subset. لو عايز اتاكد من ان المجموعه بتاعتي جزء من المجموعه الثانيه. يعني اهو انا عايز مثلا ثانيه واحده، شيل الثلاثه والاربعه، شيل قصدي الثلاثه والاثنين والواحد دول، شيلهم. تمام، وخلي بس الاربعه والخمسه. حلو الكلام. تعالى بقى هقول له اهو print، افتح القوس، my underscore set dot is subset. تمام، your set. شغل الكود. بس الدنيا دي شغل الكود. ظهر لي ايه؟ ظهر لي ترو. ليه ظهر لي ترو؟
لان الاربعه والخمسه موجودين فين؟ موجودين في المجموعه بتاعتك. يعني المجموعه بتاعتي فيها 4 و5 بس، موجودين فين؟ موجودين في المجموعه بتاعتك. هو ايه اللي حصل هنا؟ انا بقول له لو سمحت انا عايز اتاكد ان المجموعه بتاعتي جزء من المجموعه بتاعتك. جزء هي الاربعه وخمسه موجوده في المجموعه بتاعتك، موجوده في المجموعه بتاعتك، ولذلك اعطاني ترو. حلو قوي الكلام ده. عرفت بس السب ست بتعمل ايه، الايز سب ست بتعمل ايه. تمام، تعال اهو ونزل تحت، خلي ده كومنت. تمام اهو، تعال نرجع اهو. ماشي، 1 2 3. اوكي، تعال اخر حاجه مع بعض، يلا شد حيلك اهو مع بعضينا. عندي اخر ميثود معانا النهارده وهي از سوبر ست. از سوبر ست هي العناصر اللي موجوده في المجموعه بتاعتي. اهي العناصر اللي موجوده في المجموعه بتاعتي، مالها بتعمل ايه؟ بتشمل كل العناصر اللي موجوده في المجموعه بتاعتك. هل المجموعه بتاعتي اهي كل العناصر دي موجوده هنا؟ تعال نشوف ونتاكد. هقول له بكل بساطه اهو print، افتح القوس، my underscore set dot is super، معلش set super set your set. شغل كود. اداني ايه؟ اداني فولس. ليه اداني فولس؟ المجموعه بتاعتي ما فيهاش كل العناصر اللي موجوده في المجموعه بتاعتك. المجموعه بتاعتي اهي، تمام. هل كل العناصر اللي موجوده هنا؟ لا، ولذلك اعطاني ايه؟ اعطاني فولس. الحمد لله رب العالمين، احنا كده خلصنا. طبعا انت دلوقتي بتقول لا يمكن، مستحيل افتكر حاجه من كل الحاجات دي. طيب حلو، هو ده المطلوب. طبعا انت مستني رد غير ده؟ لا، مستني نقول لك ازاي بقى، ما انا شارح لك كل حاجه وازاي والدنيا والدين وبتاع وبسطت لك الدنيا خالص. مفيش اي حاجه من الكلام ده. هي دي مهمتك يا معلم، هي دي مهمتك، ان انت لازم تتعلم ازاي تجوجل، ازاي تدور على المعلومه وتجيبها منين. لو بص من خامس بلاعه اللي موجوده في ثالث شارع في زاويه عند عمود الكهرباء الرابع، فاهم حاجه؟ لازم لو المعلومه دي موجوده فين لازم تجيبها. لازم تمرن نفسك ان انت تدخل على جوجل وتدور على المعلومه وتقرا الدوكس بتاعه اللغه وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. وهي طب انا هعمل ايه، اخلي ايه؟ ما عرفتش والدنيا صعبه عليك، استخدم ويعمل الذكاء الاصطناعي. عندك اهو، عندك بارت، وعندك بينج، وعندك شات جي بي تي. في اي موديلز كتيره جدا 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 تقدر ان انت تستخدمها وتدور على المعلومه بتاعتك. انت المهم، انا عندي بس اهم حاجه، الفكره عني عندك ان انت تكون عارف ان في حاجه اسمها ست، دي واحده، ان في حاجه اسمها الميثود بتاعت الست. تمام، بس هو ده اللي انا عايزك تعرفه. بس اللي جوه بقى، طب انا يا حسين نسيت، انا مش هحفظ كل ده. ما انا مش عايزك تحفظ كل ده، لان مفيش حد بيحفظ كل ده، فطبيعي ان انت تنسى. بس انت عارف ان دي موجوده، فانا هخش ادور عليها عشان اعرف اجيبها. بس كده يا معلم، وضحت الصوره؟ اتمنى اكون قد المسؤوليه، واتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل مبسط. انا حسين الدرملي، ودي برمجه بالبلدي. سلام.